كنت في فرح واحدة صاحبتي، والوقت جري مني لحد ما لقيت الساعة بقت 11:30 بالليل، ولسه قدامي مشوار طويل للبيت. كلمت أخويا يجي ياخدني، لكنه كان في الشغل وقال لي أطلب أوبر. طلبت العربية بسرعة وركبت من غير ما أبص حتى للسواق. كل تركيزي كان على الساعة وعلى خوفي من التأخير. وأنا في الطريق فجأة لقيت العربية دخلت شارع، قلبي وقف. شارع داوود باشا. صرخت فوراً: لا لا، لو سمحت لف من هنا، الشارع ده لا. مفيش رد. بصيت للسواق، لابس كوفية رغم الحر ووشه مش باين. كررت كلامي، صرخت أكتر، ولا كأنه سمعني. حاولت أفتح الباب، مقفول. كل الأبواب مقفولة. بدأ الرعب الحقيقي. قلت له وأنا بترعش: نزلني حالاً، أنا هبلغ عنك. مفيش رد ولا حركة، كأنه مش بني آدم. استنونا بكرة 8:30 بالليل، هكشف لكم الحقيقة الكاملة لعيلة الجنيدي، بس خلي بالكم مش الكل هيستحمل يسمعها.